فاكرين لما قلتلكوا خليكوا فاكرين منظر المطبخ ده؟ تعالوا يلا مع بعض النهاردة علشان اوريكوا غيرته ازاي، واقول لكم التكلفة قد ايه، كلفتها قد ايه. وتعالوا يلا نشوف مع بعض الستيكر الرخامي اللي قالب الدنيا من امبارح. عايزه اقول لكم انه حلو جدا جدا يا جماعه، وبجد يعني انتوا هتحطوه ومش هتشيلوه تاني من حلاوته والله بجد. وانتوا شايفين طبعا عامل ازاي، مش زي الستيكر اللي احنا بنشتريه من المحلات اللي هو ب75 جنيه ده. لا لا، ده المتر فيه عامل على حسب العرض. في عرض متر 50، وفي عرض متر 60، وفي عرض متر 70. كل عرض بيبقى المتر بمبلغ معين. تمام، كل ده هتلاقوه على البيج بتاعت الانستجرام. انا لسه عاملاها جديده وعليها الطلبات من امبارح. الناس عاجبها الستيكر جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. انا جبته. شايفين عامل ازاي اصلا، يعني شايفين السمك بتاعه عامل ازاي، مش زي السمك بتاع الستيكر التاني خالص. ده حراري ومقاوم للمية ومقاوم للدهون ومقاوم للحرارة. يعني تحط عليه الحاجة سخنة وما يحصلش اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين الطبقة بتاعته سميكة، وبيتشال طبقة واحدة، يعني هو بيتشال طبقة واحدة. بنلزقه. عايزه اقول لكم ان احنا لازم نرش الرخامه الاول ميه بصابون، علشان ان الستيكر يمشي معانا بسرعه وما يبقاش فيه فقاقيع زي الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي، لان ده انا عملتها من غير ما احط ميه بصابون. انما في الحته بتاعه الحوض حطيت ميه بصابون، فكانت بتتفرد معايا بسرعه جدا، ومحتاجتش كمان للكارت ان انا افرد بيه. لازم ان انتوا يعني تفردوا بكارت او بطاقه وكده، لا، كل اللي محتاجينه فوطه صغيره ان انتوا تمشوا بيها على الستيكر. وعايزه اقول لكم اسهل حاجه ممكن تركبوها، لو بتعرفوا تفكوا دي طبعا بعد ما ركبت اول ستيكر. ده مركباه من شهر يا جماعه، ده بقى ركبته امبارح. يعني الحمد لله ان انا ركبته امبارح. لو تعرفوا ان انتوا تفكوا الحنفية بتاعة الحوض وحنفية الفلتر، يستحسن، علشان ان انتوا تركبوها حتة واحدة، وبعدين تبقوا تقصوا الدايرة حوالين الفتحة بتاعة الحنفية. انما انا معرفتش بصراحة افكهم، ما كانش عندي مفتاح انجليزي. لو كان عندي والله كنت فكته. وبعد كده باستشوار لازم ان احنا نعمل كده، وخصوصا الحواف بتاعة الحوض علشان ان هي تمسك كويس. وكمان بيجي من عند محلات الحداد والبيوت كده بتاع زي معجون الحديد كده، بيمسك الستيكر ده كمان من عند الحواف بتاعه الحله. بس انا ما عملتوش بصراحه. وحاولوا ان احنا على طول ان احنا ننظف حوالينا، وان احنا ننشف الحته بتاعه الحوض، يعني علشان ان هي ما يتراكمش مثلا عليها اي حاجه. شايفين انا يعني قطعها قطعه معلم. يا تقوليش كنت شغاله في الحاجات دي قبل كده. عاوزه اقول لكم ان الحاجات دي هتتوفر بتاع الديسبنسر بتاع الصابون السائل والهاند ووش والكوفي كورنر، وكل الحاجات الترندي هتلاقوها في البيج بتاعه الانستجرام بتاعه ولاء's جاليري. عايزه اقول لكم ان انا بحب الكفر ده يا جماعه، مهما جبت كفرات للمطبخ انا بحب احط الكفر ده، معرفش بينور المطبخ، بحبه جدا. وبس كده يا ولاد، اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، واستنوني في فيديوهات تانية كتير، واستنوني في تجديدات كتيرة، وان شاء الله هتلاقوني بجدد معاكم كتير الفترة الجاية. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا فولو للبيج. باي باي.